المتحف المصري في مقابله السيد الدكتور محمود الحلواني مدير المتحف. جايين النهارده نقابله عشان حول الموضوع الذي اثير مؤخرا لبعض تلفيات لعدد 4 قطع اثريه عن طريق تقرير اليوم السابع. فسيادتك يا دكتور احنا دلوقتي سمعنا الكلام دوت والكلام دوت، عايزين نعرف نستبين الامر الحقيقه من حضرتك. هل فعلا في كرسي في كاس؟ هل في تلفيات لبعض القطع الاثريه الخاصه بتوت عنخ امون؟ انا احب اعرف حضرتك وكل الساده المشاهدين وكل الساده القراء ان كرسي توت عنخ امون في حاله سليمه وفي حاله جيده، وهو معروض الان بالمتحف المصري ولم يتم نقله الى المتحف الكبير، وان الاثار الخاصه بالملك توت عنخ امون المعروضه حاليا بالمتحف المصري لم يتم نقلها الان، ولكن سوف يتم نقلها ليس اقل من عامين من الان. اللي انا عايز اقوله واكد عليه مره اخرى ان الكرسي سليم وفي حاله جيده ولم يتم مسه باي سوء ولم يتم نقله او تحريكه، وهو معروض حاليا بالمتحف المصري. اما بالنسبه لما اثير في بعض الصحف مثل ما حضرتك ذكرت، فهي بعض صور ملتقطه ليس لها علاقه بكرسي توت عنخ امون، وبالفعل في تم نقل بعض القطع المخزنه للمتحف الكبير. وكما تعلمون ان المتحف الكبير من اهم المشروعات الحضاريه يعني اللي بالنسبه لمصر هيبقى ده فخر لكل مصري، ان هيبقى عندنا اكبر متحف للحضاره المصريه في العالم كله، معمول على احدث التقنيات، اسلوب العرض والاضاءه والمعامل وكل التسهيلات الخاصه بالزياره والزوار والزائرين. لذلك احنا بدأنا في نقل القطع المخزنه على اساس تروح للمعامل ويبدا تجهيزها للعرض المتحفي. فاي صوره التقطت ليس معناها ان هي تم تدميرها او تم تكسيرها اثناء النقل كما يشاع، ولكن هي اثار مصريه منقوله للمتحف المصري سيتم عرضها في المتحف الكبير، ولكن قبل ان يتم عرضها سيتم عمل صيانه وحفظ ليها علشان لما تتعرض تظهر بشكل جميل قدام الزوار في المتحف الكبير ان شاء الله. لاحظنا في الاونه الاخيره ان كل وسائل الاعلام بتتناول مجموعه الملك توت عنخ امون ببعض الاخبار والاقاويل والاكاذيب التي تكون في معظم الاحيان خاليه من الحقيقه او عاريه تماما من الحقيقه. بتقول ان المتحف المصري فيه كفاءات وفيه مراقبين وفيه مصر كلها فيها كفاءات وفيها ناس على اعلى المستويات بيشهد بكفاءته العالم، مش احنا كمصريين، ولكن بعض وسائل الاعلام المغرضه بتحاول تسيء الى سمعه مصر والى سمعه المراقبين المصريين والاثريين المصريين، وبتعطي صوره خاطئه للاعلام الغربي الذي ينشد هذه الاخبار لكي يروج لها ليهاجم مصر، لان مصر مستهدفه، وهذه ليست نظريه المؤامره. بالفعل مصر مستهدفه، والعالم الغربي لا يريد منا ان نتقدم ولا يريدنا ان نطالب بحقوقنا المسلوبه. اثارنا المسلوبه والمنهوبه في العالم كله احنا بنطالب بيها، ولكن مثل هذه الاكاذيب تعطي الفرصه للاعلام الغربي ان يقول ان مصر والمصريين غير جديرين بالحفاظ على اثارهم وتراثهم، وانهم يدمرون اثارهم وليس لديهم الكفاءات. ويحدث هذا بفعل المصريين، ابناء المصريين الغير واعيين لما يحاك بمصر من مؤامرات، لان المصري الحريص على بلده والحريص على حضارته يجب ان يتوخى الحرص ويتوخى الحقيقه ويشوف بنفسه بدل ان يتناقل صور كاذبه مغلوطه ويروج لاخبار غير حقيقيه. طب نعم لذلك سيادتك
ما هي اليات وزاره الاثار والمتحف المصري في الرد على هذه الشائعات؟ وهل هناك من شؤون قانونيه موجوده في الوزاره لمحاسبه مثل هؤلاء المدعين؟ حضرتك ذكرت نقطة مهمة، هي نقطة الآليات والشؤون القانونية. للأسف إن إحنا الشؤون القانونية هي مسؤولة عن القضايا المرفوعة ضد وزارة الآثار من بعض المواطنين، وأيضا مسؤولة عن رفع قضايا تخص وزارة الآثار. ولكن على ما أعتقد إن ما ينشر في الصحف لا تكون مسؤولة عنه الشؤون القانونية، ولا تتحرك إلا بأن يطلب منها أن تتحرك في شأن ما. ولكن اللي احنا عايزين نقوله إن يجب أن وزارة الآثار يكون لها آليات إعلامية إلكترونية ترد أو تدحض هذه الآراء. نعم. احنا كمتحف مصري بنقول لكل الناس لما تسمعوا او ينشر اي خبر تعالوا لنا، اهلا وسهلا بيكم في المتحف. لو في اي خطا لن نتستر على اي خطا، بس تعالوا اعرفوا الحقيقه، والاثار معروضه، احنا ما بنخبيش حاجه على اي حد. يعني هل اخذ من كلام حضرتك، عفوا المقاطعه، اخذ من كلام حضرتك ان سيادتك في الامكان انك انت ان شاء الله بصدد رفع تقرير للسيد وزير الاثار لعمل مثل هذه الاليات كجريده الكترونيه تخص الوزاره او شيء من هذا القبيل؟ يمكن حضرتك انت بالظبط، يعني يمكن كان في لقاء مع معاون الوزير لشؤون المتاحف، ويمكن هي ذكرت لحضرتك ان احنا بصدد انشاء بوابه الكترونيه للوزاره للرد على هذه الاكاذيب والاقاويل. ونحن في وزاره الاثار لا نتستر على اخطاء ولا نتستر على فساد، والوزير بنفسه بيقدم الادله. لو شاف اي فساد لا يتوانى في عن تقديم هذا الفساد للمساءله القانونيه، وهذا ما يشهد به مش بس الاثريين ولكن ايضا المحققين او المصريين اللي هم بيعرفوا القيادات الموجوده في هيئه الاثار حاليا وفي وزاره الاثار، اللي لو في فساد لا تستر على الفساد. تمام سعادتك. طب معليك في حديث في قناه، مفيش داعي ذكر اسم القناه، كان الدكتور نور عبد الصمد شكك في اداء الوزاره وايد كلام الصحيفه التي نشرت هذه الاكاذيب التي ذكرتها سعادتك، وقال ان فعلا في كسر في الكرسي بتاع توت عنخ امون، وحتى لدرجه ان هو شكك في القناع الذهبي للملك توت عنخ امون. وانا شخصيا وجهه نظري ان مفيش حاجه زي كده. طبعا مصر الحمد لله زي ما سعادتك تفضلت قلت فيها فنيين على اعلى كفاءه الحمد لله. لماذا الدكتور نور عبد الصمد بهذه الطريقه؟ انا ارى ان هذا تشويه لمصر باكملها، لان توت عنخ امون على قدر ما عرفت انه الاثر رقم 1 على مستوى العالم، ولا يضاهيه اي اثر ولا تضاهيه اي ثروه مهما تكلفت من مليارات الدولارات. ما ردك على الدكتور نور عبد الصمد؟ اولا الدكتور نور اخ وزميل وصديق عزيز، يعني اكن له كل الحب والتقدير والاحترام، ولكن الانسان قد يصيب وقد يخطئ. يمكن انا لا اتفق معاه في ان قناع توت عنخ امون المعروض بالمتحف هو نسخه مزيفه، وان النسخه الحقيقيه مش موجوده في مصر. هذا كلام عالي تماما من الصحه، مع احترامي وتقديري لزميلي وصديقي الدكتور نور عبد الصمد. اما ما يخص الصور فهي صور سليمه وصحيحه، ولكن الخبر كاذب، لان الكرسي معروض بالمتحف المصري، وما نشر هي صور لاثار وصلت الى المتحف المصري الكبير بالاهرامات. وما احب ان اشير اليه ان ما هو معروض لم ينقل منه اي شيء للمتحف الكبير، وما هو مخزون هو ما تم نقله للمتحف الكبير.
وكل ما هو مخزون يحتاج إلى بعض الصيانة وبعض الترميم، وهو ما يقوم به معامل الترميم بالمتحف الكبير، وهي معامل على أعلى مستوى فيها أحدث تقنيات العلم الخاصة بالتقنيات الترميم في العالم، وفي خبراء يعني ده واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، إن يبقى عندنا متحف زي المتحف الكبير ومعامل زي المعامل الموجودة في المتحف الكبير، نعم. وخبرات زي الخبرات المصرية الموجودة مش بس في المتحف الكبير ولكن في كل متاحف مصر. فهي أخبار تنقل كاذبة غير صحيحة، تؤخذ الصور وتلفق فيها المقالات وتنسب أي قطعة تنسب لتوت عنخ آمون رغبة في الرواج الإعلامي والتشهير ضد الآثار المصرية وضد حضارة مصر وضد القائمين على آثار مصر. وأنا أطلب من المصريين أن يعوا تماما. سبقتني سيادتك، وده كان هيبقى سؤالي الأخير، لكن سيادتك توجه كلمة للمصريين. نعم. الإعلام الغربي الذي يهم هدم كل ما هو قائم بالمؤسسات في مصر، لأن إن شاء الله مصر آمنة، وده ربنا اللي قال كده، مصر البلد الوحيدة المذكورة في القرآن. إن شاء الله لن ينالوا من مصر طالما في مواطنين مخلصين في مصر وفي كفاءات بتعمل وترضي ضميرها وتعمل بجد وبكفاءة. نعم. ولن يعني لن يوقفنا عن عملنا ما يصار بأخبار كاذبة. نعم. ولن تكون الإعلام المغرض سيف على رقابنا، لأننا نعمل ونبتغي مرضات الله ونرضي ضميرنا، واللي مكتوب لينا اللي ربنا مقدره لنا هنشوفه. انما لن يضرنا الاعلام المغرض، انما نحن نقول ان مصر فيها ناس مواطنين مخلصين، فيها ناس واعيين، ولكن البعض الاخر يحب ان يروج الاكاذيب، ولما بنحب نوضح الحقيقه الكثير بيشكك فيما نقول. نعم. ومن يشكك فيما نقول له من فضلك تعالى الى المتحف وشوف بعينيك وقرر بنفسك، ولك الحق والحريه كامله في ان تقول ما تراه عينك. وبعد الرجوع للخبراء، مش ضروري خبراء المتحف المصري ولا خبراء وزاره الاثار، هناك خبراء الاثار المنتشرين في مصر وفي العالم كله، والمنصفين سوف يذكرون الواقع والحقيقه. شكرا سيادتك. واخيرا سعادتك في القضاء المرئية تفضلت ووجهت دعوة لكل المصريين لكي يزوروا المتحف ويشاهدوا بأنفسهم هذه الأثريات السليمة التي ادعوا عليها بالكذب. هل لنا زيارة هذه الآثار وتصويرها؟ هل من الممكن لكي نثبت للشعب المصري ذلك؟ لا، احنا بنقول لهم اهلا وسهلا، تعالوا عشان يزوروا المتحف. نعم. ويشوفوا بعينيهم. نعم. الصورة قد تكذب ولكن العين لا تكذب. احنا بنقول للناس تعالوا عشان يزوروا وينوروا المتحف، وحضرتك اهلا وسهلا بيك، تشرفنا. شكرا. وهتشوف بعينيك حضرتك وتنقل ما تراه بعينيك للمستمع والمشاهد والقارئ. ان شاء الله عقب انتهاء هذه المقابله ان شاء الله ساقوم بزياره المتحف. التذكره عندنا للمواطن المصري 4 جنيهات. ان شاء الله والطالب المصري جنيه واحد. قبل ان ازور المتحف ساقوم بزياره شباك التذاكر وسدد الرسوم، واقوم بزياره المتحف الان. شكرا للسيد الدكتور محمود الحلواجي. احنا بنشجع كل المصريين، بنقول لهم تعالوا شوفوا اجدادنا، شوفوا حضارتنا. نعم. عايزين نقول للجيل الجديد ان احنا مش عايزين نبقى اقل من اجدادنا. نعم. اجدادنا اقاموا شيدوا اعظم حضاره في الكون في البشر، اقدم حضاره واعظم حضاره. يجب ان نضع مصر في موقعها الحقيقي، يجب ان تكون مصر الحاليه الحاضره لها موقف حاليا. يعني مصر ليست في وضعها اللائق. احنا عايزين الشباب الجديد، عايزين ابناء مصر سواعد مصر. لن يبني مصر الا سواعد ابناء مصر. نعم. وبالعمل والجد، وليس بالتشهير بمن يعمل لمصلحه مصر. شكرا للسيد الدكتور محمود الحلواجي مدير المتحف المصري على سعة صدره،
وعلى اتيان واستبيان لهذه الحقيقة. شكرا يا فندم.